هو ازاي اقدر اتعافى من صدمات الطفولة اللي ما زالت مستمرة، وهل بقدر اتعافى وانا بنفس البيئة؟ من ناحية التعافي وانت في نفس البيئة ينفع، انما صعب بس ينفع. طيب ازاي البني ادم يتعافى من صدمات الطفولة اصلا؟ احنا كبني ادمين عندنا رغبة في الشرح، محتاجين ان احنا نشرح ايه اللي بيحصل في حياتنا. ما نقدرش ان احنا يعني نقعد في مكان او في بيئة او ان نشوف احداث كده بتحصل في حياتنا من غير ما نشرحها لنفسينا. وهنا احنا مين اللي بيشرح؟ الطفل. بيشرح ايه؟ بيشرح موقف بالنسبة له صدمة. فطفل مصدوم بيشرح لنفسه هو ايه اللي بيحصل ده. تفتكر هيعرف يشرحه؟ وتفتكر لما يجي يشرحه هيشرحه بشكل كويس؟ طب ينفع الطفل ما كانش يشرحه؟ ما يعرفش. هو محتاج يشرحه علشان يقدر يستوعبه، والا هيهنج. هي بالنسبه له ضغط كبير جدا لانه مش فاهم ايه اللي بيحصل، فمحتاج ان هو يشرحه لنفسه. والمشكله دايما ان الاطفال لما بيجي يشرح المواقف اللي زي كده بيشرحها بشكل مشوه، اللي بيخلي ان البني ادم ما يعرفش يستوعب الموقف دوت، ويفضل مصدوم فيه طول حياته. لان المشكله كلها ان احنا ما بنرجعش بعد وقت نقول ايه ده، انا كبرت، انا ما بقتش طفل بنفس الطريقه اللي انا كنت فيها، بنفس الضعف اللي انا كنت فيه. انا اقدر دلوقتي استوعب الموقف ده، واقدر احمي نفسي، واقدر ان انا اشوفه بشكل مختلف تماما عن وانا كنت طفل. فده اللي احنا محتاجين نعرف نرجع ونعمله. هل احنا نرجع للماضي؟ لا، بس هنرجع في ذكرياتنا، ان احنا نغير طريقه تسجيلنا واستيعابنا للموقف اللي الطفل ده مصدوم. لان الطفل ما بقاش طفل، بقى خلاص راجل كبير دلوقتي، فيقدر ان هو يشرح لنفسه الموقف بشكل مختلف تماما. واهم حاجه في الموضوع ان هو يعرف ان الموقف دوت مش شخصي، هو موقف حصل في حياته، وموقف مؤقت مش في كل حياته، وتأثيره على جزء من حياته مش في كل حياته. ساعتها هيعرف ان هو يعني يتجاوز صدمات الطفولة.